السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو. مرحبا بكم معايا فيديو جديد واخبار جديده. اليوتيوبرز المغربيه صوفيا تايت ماترز نزلت ستوريات مواقع التواصل الاجتماعي على الحساب ديالها وكتقول اعز انسان كان عندها، يعني لقات الغدر من جهته. فخليوا لي خوتي تعليق. قلت لي يا ماما اش كتقولي؟ اش بغيتي تقولي للناس؟ والله العظيم لا اله الا الله خلينا زعما قلت لكم ماما ما تبقاوش تثقوا مابقاش تثقوا والله العظيم الثقه ما بقاتش والله يجينا حق والله العظيم. شوفوا تعرضت لأبشع أنواع الغدر من كاع الناس اللي كانوا قراب. 90% من الناس اللي كانوا قراب على قلبي تعرضت للغدر منهم، وانتم عارفينهم، اغلبيه ديالهم راكم عارفينهم الا من رحم ربك. ف فريمون صافي عرفتوا ولات عندي واحد العدم ديال الثقه في الناس. ما حتى مازال نسلموا على الناس ولا نقول لهم السلام. مابقاش عندي القابليه فين بحال مازال قلبي ولا نتعرف على شي حد ولا نخرج شي واحد مازال هكا نخلطوا معانا ولا صافي فريمون فقدت الثقه في الناس كلهم، لانه اكثر الناس اللي هما دابا كيعتبروا راسهم زعما اعداء ديالي ولا خرجوا كيهضروا فيا ولا خرجوا طعنوا فيا كانوا بين الناس اللي هما اقرب لقلبي، كانوا الناس عزاز. فاذا بيا دابا كنشوف كيفاش كيهضروا عليا في الستوريات، كيفاش كيطعنوا فيا، كيفاش كيهضروا معايا في الكلاسي ديالهم، كيشبوا بيا اتاي والقهوه. ولكن شوفوا انا اقسم بالله الا كنتي في حسنات ديالكم كيهمنيش داكشي اللي كتقولوا ولا كيفاش كتهضروا عليا ولا كيفاش كتبردوا على قلبكم بيناتكم، كيفاش كتجمعوا، كيفاش كتهضروا، كلشي كيوصلني. مي فريمون اللي بغيت نوصل للناس هو ان الثقه ما بقاتش. واش كنقول لكم؟ الثقه ما بقاتش الاخوان، هو انكم تحضيو صافي. ما ماشي اي واحد تثقوا فيه ولا تثقوا في كلامه ولا تثقوا. شوفوا وفي نفس الوقت كاينين الناس اللي كيكونوا اكسبسيون، انت وزارك تقدر تطيح فيهم تقدر ما تطيحش فيهم. بحال مثلا ناديه اختي عزيزه وغاليه، رغم انه بيناتنا خلاف ورغم انه تفرقنا مده عام ونص تقريبا، ما عمرها خرجت هضرات ولا قالت شي كلمات العيب، فهمتوا؟ يعني بحال هاد المواقف كتعرف بنادم الوغ كيكون واحد الحمار اخر، حاشاكم اسمحوا لي هاد الكلمه، كيكون عايش معاك في وسط دارك وفي وسط خيرك وما خليتي ما درتي فيه. فاذا بك كتخرجي وكتلقاي انه كيهضر عليك، باغي يشوهك وباغي كيقول الناس انه عنده فيديوهات ديالك، يعني تلفيق القصص، كيلفق القصص وكيقدم على مزاجه باش يبان على ظهرك او باش يتشهر على ظهرك ولا ما نعرف شنو الهدف ديالو. المهم ما نبقاش في الديتاي بزاف. اللي بغيت نقول لكم هو انه اليوم وقع واحد المشكل اللي وصلنا فيه للشرطه، وصلنا فيه الوكيل الملك، وصلنا فيه للبوليس وفي الاخير انا تنازلت. غادي يسمح كل وحده لانه درت بوجه العشره ودرت بوجه. انا ديما كنقول لكم السيطه راه كدور، ونهار غتشد شي واحد ما غنرحموش، صح؟ ديما كنقولها، رغم انه ديما الناس كتخرج كتهضر فيا وهذا، ولكن باش يجيني الغدر من وسط داري وتبغي دير البوز بينك وبين ديك الجماعه ديالكم، يعني انتم عايشين معاهم، انتم اللي دايره بكم، انتم تخسروا لي انا وجهي وتفقوا عليا قصص وتهموني باشياء في عراضي وتهموا راجلي وتهموا ما غنصبرش. رغم ذلك سامحت.
ميساج لكاع الناس اللي غيكونوا ربما هذا الشخص يقدر يكون تلاقى بهم وحاول بطريقة أو بأخرى أنه يشوه سمعتي أو اللي يشوه صورتي، لأنه لقيت بزاف ديال الأشياء دينا داكشي كامل البوليس وشافوه كان غيتعتقل فيها تقديم وفيها بزاف الأمور، وأنا درت بوجه ميمتو. فبلا ما نذكر الشخص شكون ما نقولش شكون غادي يدير لك بلاصتك في الجنة، لأنه لا كان الهدف ديالكم هادشي كامل اللي درتوه باش كتسعوا الشهرة أو فصوفيا نقول لكم باللي راها ماشي حيط قصير اللي جات لفوق منه. الحمد لله حنا في المغرب بلاد القانون واللي تعدى الحدود كاين القانون الحمد لله. اوكي ف الناس اللي غيكون هذاك السيد تحاول يشوه صورتي معهم بطريقه او باخرى، كما يقول لكم انه كل شيء كان كذوب في كذوب. انا داك السيد كان عايش الدور، هو كان غير السخر ديالي، لا تبثني به اي صله، ودخلت لداري وكلا طعامي وهذا، فلقاها طريقه باش يتعرف على مشاهير اخرين وعلى ناس اخرين بظهري بانتحاله شخصيه انه مقرب ليا وانه مشى كاع بعيد، مشى بعيد، ولا كيقول الناس انه هو اخويا من با والده مع شي مرا اخرى وحنا ما فراسناش، والناس للاسف كانوا شي ناس اللي كيتسيقوا على اساس انه اخويا. فمساجي لهذا الشخص غنقول عليك في وسط قدام الناس قدام الملأ، اقسم بالذي لا رب سواه يا غتوصلني مازال غير حتى غنشوفوا واحد الوجه اللي ما عمرني كنت كنتمنى يشوفوا فيا شي واحد. اوكي اليوم هضرنا قدام الشرطه وهضرنا لانه انت غدار، وابتداء من اليوم مابقيتش غنسامح في حقي. ابتداء من اليوم انا من الخميس وانا كنطلع وكنهبط في المحاكم، نتوما ما عارفين، ما ساقينش الناس متبعيني، ما ساقي الخبر حتى شي حاجه. من اليوم الخميس وانا كنطلع وكنهبط في المحاكم، واليوم تم الاعتقال ديال هذاك داك الشخص وجابوه قصد الانصات وثبت ما أدين به، وهو قر بذلك، لانه انت بصوت وصوره السب والشتم والابتزاز والتهديد والتشويه بزاف الحوايج. وفي اخر المطاف انا تنازلت على وجه امه باش ما يخرجش، لانه انا عارفه غادي يقدر يخرج ويقول للناس حقا راه ما لقاو عندي والو. فكنبغي نقول لك وليدي راك ما عارفش مع من كتلعب، ورجاء لانه دابا غادي نحط داك الوجه اللي كنتو كتعرفوا وغادي نهز لوطخ فاس او الوجه الاخر. اي واحد قسما بالله اي واحد جبدني مازال بنص كلمه او جبد اهلي او عائلتي يا حتى ما غنرحموش. شو واخا نعرف ثروتي كلها نبيعها على ودو غنخليه عبره، وكنحلف وكنعاود نحلف اي واحد جبدني ابتداء من اليوم، اي واحد قاسني او قاس اهلي او قاس خوتي او قاس تكلم عليا يا ما غنرحموش. سجل يا تاريخ. الله يجازيكم بالخير، خليوني شاده تقاري متبقاوش تحكوا عليا، يعني دابا اللي حكى لي غيلقاني. واخر كلام، شكرا لاي واحد غدرني، شكرا لاي واحد خان ثقتي فيه، شكرا لاي واحد بس فيه الخير وردوا لي بالشر، شكرا لاي واحد عاونته ردني خايبه اقسم بالله، لانكم عاطيني من حسناتكم ما
غنحتاجهم، ما كيهمنيش. البعض كيبتزني باش نهضر عليه في ستوريات باش يطلع باغي نديرو الشهرة على ظهري. والله ما فيق لكم الناس اللي كنتو كتقلبوا على الشهرة باش انني نجبدكم في ستوري او نرد عليكم، غنعسو على جنب الراحة. لان هاد الانسانة هادي اللي قدامكم عمرها غادي تطلع نشوفكم، لان انا عارفة هدفكم شنو. فكيقول لك واحد المثل الناس الخبيثة ديرك بحال الخنزير، عزكم الله. فمهما حاولوا انهم يجروك الوسخ ديالهم ما تمشيش، لانه هو مولف هذاك الوسخ. اما جيتي انت دخلتي لبلاصتو انت اللي غتوسخ، اما هو مولف. هذاك الشيء علاش عمركم غتشوفوني كنرد عليكم او كنجاوبكم، مي اي واحد وصل ليا ابتداء من اليوم بطريقه او باخرى. الحمد لله حنا في بلاد القانون، كاين القانون وصدرت بزاف ديال القوانين الجديده اللي ولات صارمه بخصوص هذا الشيء ديال التشهير وديال القذف في الاعراض والسب والشتم. اي واحد وصل ليا غادي يلقى جوابه عند الشرطه، صافي ما غنسمعش وصافي. هادشي اللي كاين. المهم جينا اليوم ناكل واحد المسمنه، تخيلوا معايا مسمنه نوريها لكم. مسمنه مخدومه بواحد الطريقه يومين انا المذاق ديالها باقي في فمي. شوف هذا مسمن، غنجيب لكم الكاميرا وشوفوا. شوف معايا هاد المسمنه، هادي مسمنه فيها الافوكادو، فيها واحد لاصوص غزاله، راه ما يمكنش. شوف خديت منها جوج. وهذا حتى هو اول مره غندوقو، مي هذا راه ادمان. لكم دابا ولا الخوف عندنا الخوف بزاف. انا صافي عندي واحد العقده، ما بقيت صافي بغيت نبقى بوحدي. صافي بغيت نبقى بوحدي، ما بقاتش عندي ثقه في حتى واحد والله. صافي الانسان صافي باش تدخلوا لدارك ودير فيه الثقه كلشي اي حاجه واش كيطعن فيك ويعطي هو جالس كيدير البروغرام ديالو فيك. شنو عرفتي شنو هي هذيك؟ انا خدام اللي كيجمع بلاصه. ما عمرني انا عرفت هذا الشيء واش كاين، قسما بالله. المشكل بلا كيضحك ليك العمر ديالي النص. وتخيلوا هذا السيد هذا اللي انا دار لي هذا الشيء، يلاه بصيفط عليه كونطرا بالخدمه، لقاها لي عمر في الشركه اللي خدام فيها عمر في الامارات ب 7500 درهم الشهر، فيها الاكوموديشن يعني السكن على حسابهم، ترونسبور على حسابهم، بلس لي بريم، وما كيدير والو غير واقف في الشركه. وشد الكونطرا وكلشي مازال كيطعن فيه ومازال كيهضر. عرفتو ابشع انواع الغدر، ابشع انه يكون بلا كيضحك معاك وفي نفس الوقت كيقطع معاك لابيل وكيمشي كيصوني على واحد اخر وكيبدا يهضر فيك بالخايب ويطعن فيك ويهضر في شرفك ويهضر في دارك ويهضر في ولادك ويقطع ويعاود يهضر معاك انت كانه ما وقع والو وانت دايره فيه غير الخير ومازال كديري فيه الخير. كنت حسبتو بحال ولدي، كنفيقو له فجر يصلي. المهم بلا ما ندخلوا في لي ديتاي، وزيرتو الصلاه ديالو الدين، وزعما لا اله الا الله. ما بقاش الاخوان لا اله الا الله. خلاص انا مستحيل يقرب مني مازال شي حد. الناس كنبغي يخسرنا معاهم. يلا شوفي دوك الناس مساكن بصح. وشوف السيد وكان في سبب الخصام اللي كان بيناتنا حنا وفاطمه وخالتي فاطمه اللي توفى عليها ولدها يونس مسكين. هذاك الشيء بقى فيها شكل انا قدام البوليس، قلت لها انا ما بقى فيها غير يونس اللي دا هذيك ديالو الحلقه ديالو اللي يكون